النهاردة معانا كتاب عامل ضجة كبيرة بقاله فترة، ذكر شركي منقرض للدكتور محمد طه. الكتاب ده فعلا. بيخش في منطقة حساسة قوي، صورة الراجل الشرقي في مجتمعاتنا، مشاكله، ايه التحديات اللي بتقابله واللي يمكن بيسببها كمان. بالظبط. والمصدر هنا مش مجرد كلام عام، لا، ده بيقول تحليل نفسي واجتماعي، وبيعتبر ان بعض الأنماط دي زي مرض منتشر بيأثر علينا كلنا. فعلا، هو الكتاب بيقدم وجهة نظر ممكن تكون مقلقة شوية، إن دي مش بس مشاكل فردية وخلاص. لا، ازاي؟ لا، إنها ممكن تكون ظاهرة اجتماعية ليها جذور أعمق بكتير، وبيستعرض صفات معينة ممكن تكون منتشرة. زي ايه مثلا الصفات دي؟ مثلا الرغبة في السيطرة أو التركيز الزايد قوي على حاجات شكلية زي الأكل أو الفلوس في العلاقات. وأحياناً سطحية التفكير أو يمكن الخوف من قوة الست من ثقافتها وتعليمها، وبيحاول يكشف ده من خلال مواقف تبان عادية خالص. مواقف عادية؟ ازاي زي ايه المواقف دي اللي الكتاب بيسلط عليها الضوء؟ هو بيذكر أمثلة لأسئلة أو تصرفات بتحصل في الأول في بداية العلاقات، زي وقت التقدم للجواز. تمام. أسئلة من نوعية: بتعرفي تطبخي كويس؟ طيب ممكن سؤال أغرب: الكول سلو بتعمليه إزاي؟ بجد؟ كورسلو؟ أو سؤال مباشر عن المرتب: مرتبك كام؟ أو حتى تعليقات على الشكل زي هو أنتِ ليه قصيرة كده؟ حاجات زي كده. ياه. فالكتاب بيشوف إن الأسئلة دي رغم إنها ممكن تبان بسيطة أو حتى غريبة قوي، بس هي بتكشف عن طريقة تفكير معينة. بتكشف عن أولويات؟ بالظبط، أولويات معينة، وممكن تكون مؤشر لصفات تانية أعمق جوه الشخصية. مجرد سؤال زي ده ممكن يكشف كل ده؟ هو ده اللي الكتاب بيقوله. بيعتبر إن تحليل الكلام ده تحليل نوعي، ممكن يوصلنا لملامح شخصية، زي الإنسان المتسلط أو الشخص الشكاك قوي، الشكاك، أو اللي مهتم بقشور الدين مش الجوهر، أو حتى اللي من الأول داخل العلاقة وعنده نية مسبقة إنه مش هيكتفي بواحدة. وهنا بقى بيستخدم مصطلحات نفسية زي النرجسية. تمام. ليليا بتوصف حب الذات المرضي ده والحاجة المستمرة للإعجاب والتقدير من غير عطاء حقيقي. بيحاول يشرف دوافع السلوكيات دي من خلالها. والغريب بقى أو الصادم يمكن أكتر إن التحليل مش واقف عند الراجل وبس، صح؟ لا طبعاً. الكتاب بيقدم وجهة نظر بصراحة ممكن تكون صادمة لناس كتير، وهي دور الست نفسها في ترسيخ الصورة دي نقطة محورية جداً في الكتاب فعلاً. بيخصص جزء كبير ومهم لدور الأم وتأثيرها. إزاي ممكن أحياناً ويمكن من غير وعي كامل منها تساهم في تثبيت ابنها نفسياً في مرحلة معينة. مرحلة زي إيه؟ زي اللي التحليل النفسي بيسميها عقدة أوديب، اللي هي باختصار شديد ليها علاقة بتعلق الابن الزايد بالأم وصراعه الرمزي مع الأب، وده بيأثر على علاقاته بعد كده. بيأثر على علاقاته بالستات في المستقبل بالظبط. وكمان بيجيب أمثلة لعلاقة بعض الحموات بأولادهم كأنهم ملوك كده، ونظرتهم لمرات الابن كأنها أقل منهم. وبيحكي مواقف غريبة عن تدخل الحموات دي، سمعت عنها جدا، مواقف ممكن تبان مش منطقية خالص. طيب إزاي ده ممكن يستمر؟ أو الستات نفسهم بيتقبلوا ده إزاي؟ الكتاب بيقدم تفسير لده؟ هنا بقى الكتاب بيربط النقطة دي بمفهوم نفسي تاني مهم قوي، اسمه متلازمة ستوكهولم. متلازمة ستوكهولم اللي هي الضحية تتعاطف مع الجاني؟ بالظبط كده. بيشوف إن بعض الستات ممكن يتبنوا ويدافعوا عن نفس المنظومة الذكورية اللي ممكن تكون بتظلمهم أصلاً. غريبة دي. لدرجة إنهم ممكن يكونوا أقصى على بنات جنسهم من الرجالة نفسهم أحياناً. معقول؟ والكتاب بيعتبر إن الأمثال الشعبية بتاعتنا زي اكسر للبنت ضلع أو شورة المرأة تيجي لورا، الأمثال دي مجرد تعبير عن اللاوعي الجمعي. اللاوعي الجمعي. الأفكار والمعتقدات اللي بنورثها وبنشربها من المجتمع جيل ورا جيل، كأنها جزء من DNA الثقافي بتاعنا كده. فاهمة قصدي؟ فاهم طبعا. كأن المجتمع كله بيشارك في المشكلة دي بطريقة أو بأخرى. طب والنتيجة النهائية بتكون إيه حسب رؤية الكتاب؟ بيوصل لنتيجة ممكن تكون منطقية، إن العلاقات اللي بتبدأ على أساس هرب وبناء هش زي ده طبيعي إنها تنهار. طبيعي إنها ممكن توصل للانهيار أو الطلاق، وإن المسؤولية بتكون مشتركة مش على طرف واحد، وأحياناً بتمتد للمحيطين بيهم كمان. بس هو مش بيقفل الباب تماماً، صح؟ في أمل؟ لا طبعاً، أكيد. الكتاب بيختم بفصل كامل عن الأمل، عن إمكانية التغيير والتطور. إزاي؟ بيقدم دعوة صريحة للشجاعة،
الشجاعة إننا نواجه نفسنا، والرغبة الحقيقية إننا نفهم جذور المشكلة ونتحرر منها. وبيختم بإيه؟ بيختم بطريقة لطيفة أشبه بلعبة أو نموذج للتفكير ومراجعة الذات، عشان كل واحد فينا راجل أو ست يقدر يكتشف جواه بقايا الذكر الشرقي المنقرض ده. اللي جواه هو؟ أيوه، ويقرر مصيره بقى. هل هيفضل أسير للنمط ده ويكرر نفس الغلطات والمشاكل، ولا هيختار طريق الوعي والتطور والنمو؟ فعلا تحليل جريء جدا وبيفتح أسئلة كتيرة أوي جوانا، بيخلي الواحد يقف ويفكر. يفكر في إيه؟ يعني يا ترى الأفكار والمعتقدات اللي بتحركنا دي فعلا أفكارنا إحنا، ولا مجرد صدى لأصوات قديمة، أصوات المجتمع والأجيال اللي قبلنا بنرددها وخلاص من غير وعي؟ ممكن ده يكون السؤال الأهم اللي الكتاب بيسيبه مفتوح في الآخر للقارئ. اللي هو هل فعلا عندنا الاستعداد الكافي إننا نشوف نفسنا بصدق؟ وهل عندنا الشجاعة الكافية للتغيير لو اكتشفنا إن في حاجة جوانا محتاجة تتغير؟ دي نقطة فعلا تستحق وقفة وتأمل من كل واحد فينا.